لكل بنت بتدور على غسول مناسب لبشرتها، ما يجففش بشرتها، يكون سعره مناسب، وكمان بندور على منتجات تكون بديلة للحاجات المستوردة والحاجات المقاطعة. فتعالي أقولك على تجربتي مع غسول. كانت تجربتي معاه حلوة جدا. أرشحه لأي بنت بتدور على غسول مناسب لبشرتها، مش بيجففها وله فوائد كتيرة قوي. يلا بينا، شوفي معايا، اتفرجي معايا على الريفيو ده. السلام عليكم ورحمة الله. لو أول مرة تشوفي قناتي، فهي قناتي بتهتم بالبشرة والجمال. النهاردة إن شاء الله هكلمك عن غسول. الغسول ده لشركة مصرية. ودي حاجة كويسة جدا إن احنا نلاقي بدائل للشركات المستوردة، اللي دايما احنا كنا متعودين، والدكاترة دايما كانوا بيكتبوا لنا حاجات مستوردة وأجنبية. فاحنا الحمد لله في بدائل موجودة وبجد تستحق التجربة. انا الغسول ده عجبني جدا واتعرفت عليه بصراحة عن طريق الصدفة البحتة. بس فاجئني بالأداء بتاعه، عشان كده انا حبيت اكلمكم النهارده عنه. هو اسمه مويست 1. هو اللاين ده في منه غسول وفي منه تونر، وفي منه حاجات تانية، بس انا اللي جربته حقيقة هو الغسول بس. ويستحق فعلا ان احنا نجرب يعني من الماركة ديت حاجات تانية. انا جبته منين؟ هسيبلك. انا جبته اونلاين، اشتريته من على الموقع نون. معرفش بقى بيتباع في الصيدليات ولا لا، بس انا هسيبلك اللينك انا جبته منين. اول حاجه، الكلينزر ده او المنظف ده او الغسول ده هو ميلكي. يعني هو منظف لونه كده، ملمسه شويه لبني، قوامه تقيل. هوريكي دلوقتي. هو هنا مناسب، كاتب ان هو مناسب للبشره الجافه والبشره العاديه. انا بشرتي مختلطه وحساسه، وهو ناسبني جدا. اجمل حاجه عجبتني فيه ان هو مش بينشف البشره زي دايما مشاكلنا مع الغسولات التانية، ان هي بتجفف البشره وتحس انها مشدوده وخاليه من الترطيب. لا، الغسول ده انا ما حسيتش معاه بالمشكله دي خالص. فهو يعني بالعكس، انا حسيت ان هو بينظف البشره حلو جدا، مش بيجففها، بالعكس هو بيرطبها. الحاجه الحلوه فيه كمان ان هو بيشيل الميك اب. يعني انتي ممكن تستخدميه يعني كمزيل الميك اب. لو انتي مش بتستخدمي مزيلات ميك اب لوحدها، فهو هيفيدك في الموضوع ده. وحتى لو شلتيه بمزيل ميك اب، يبقى لسه في اثار للميك اب. ده بيشيلك كل حاجه. تمام. تعالي بقى اعرفك هو ايه اهم الحاجات اللي موجوده في الغسول ده، وايه اهم المميزات بتاعته. هو هنا بيقول ان هو بيحتوي على سيرامايدز، ودي حاجة مهمة جدا للبشرة، ان هي ما بتنشفش البشرة، بتحافظ على التوازن بتاع يعني ترطيب البشرة. بينظف وبيرطب وبيشيل اي اثار للمكياج او الميك اب. تمام. تعالوا بقى نشوف الانجريدينت. هو كاتب هنا مويست، حليب ملطف. بصوا بقى المكونات اللي بيحتوي عليها، عشان كده انا بقول لكم ان هو بيرطب البشره حلو مش بينشفها. في سيرامايدز، في جليسرين، في زيت الجوجوبا، في البابونج، في كمان البانثينول، وخلاصة الصبار. كل دي انجريدينتس حلوة جدا على فكرة. وطبعا انتي بتغسلي بشرتك بالليل والصبح. تمام. ف جدا حلو قوي، هايل قوي. وبتشطفيها بقى بالميه بعد كده. تمام. بصوا انا هوريكم التكتشرز بتاعته. هو لونه كده، لونه كده لا حليبي، زي ما انتم شايفين كده. ماشي، ضغطه واحده بس كفايه على فكره. تمام. فدي كانت نصيحتي لاي بنت بتدور على غسول يكون اقتصادي. هو كمان حجمه 200 ملي، فهيقعد معاكي يعني كتير جدا على فكره. وسعره كويس جدا على فكره برضو. فياريت ان انتوا تشيك الغسول ده. لو انتوا الغسول بتاعكم خلص وعايزين واحد حاجة يعني كويسة،
فانا برشح لكم الغسول ده عن تجربه عجبني جدا. وبدائل للحاجات اللي احنا بنحاول ان احنا نبعد عنها او نقاطعها، فده بديل مصري كويس جدا يستحق التجربه. حبيت انقل لكم تجربتي النهارده بكل شفافيه وامانه. يا رب يكون الفيديو افادكم. لو استفدتي من الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.